عندنا مشكلة إحنا كشعب مصري إن إحنا ما بنعرفش نعبّر عن مشاعرنا. أنا مش باقصد بالمشاعر السلبية، المشاعر السلبية إحنا بنعرف نعبّر عنها كده تمام، أنا باقصد بالمشاعر الإيجابية. في ثقافتنا كده ما عندناش حتّة إن إحنا نعبّر المشاعر الحلوة المريحة اللي إحنا بنحسّها ما بنعرفش نعبّر عنها. يعني مثلًا لو أنا باحب واحدة مثلًا واحدة صاحبتي ما ينفعش كده ما أروحش أقول لها على فكرة أنا باحبِّك أوي، يعني بمناسبة أو من غير مناسبة مجرّد إن أنا حسّيت بالإحساس ده أروح أقوله. أو مثلًا لو مثلًا حد وحشني أقول على فكرة أنتِ وحشاني جدًا. حد يشوف عياله مثلًا هُم قاعدين جنبه على الكنبة يعني ما فيش أي حاجة يعني هُم جنبه على الكنبة بس ممكن يروح حد يقول له: يا عيال وحشتوني، يا عيال باحبكم، لأ ما عندناش أوي دي في ثقافتنا، هُم قاعدين مرزيين جنبي. في المقابل بقى إن إحنا عندنا مشكلة إن إحنا بنبقى عايزين من اللي قدامنا يبقى شاغل باله ومركّز معانا تمام، حاسس بقى بالسقطة واللقطة والمشاعر المستخبية وحاسين بإيه وكاتمين بإيه، بنحمّل أوي على اللي قدامنا. يا جماعة ما تسهّلوها على بعض وما تصعبوهاش علينا، ما اللي حاسس بحاجة حلوة يقولها. ما عندك مشاعر حلوة زي ما أنت كده أي حاجة تِك تِك بتقولها، خلّي الحاجة الحلوة برضه قولها وعبّر عنها، يمكن اللي قدامك محتاج يسمعها. مش شرط على فكرة يبقى واصل له الإحساس. يعني إحنا محتاجين إن إحنا نعبّر ونقول ونتكلّم على الحاجات اللي جوانا اللي إحنا حاسين بيها. لو أنت محتاج إحساس معيّن، محتاج حاجة معيّنة، ما تقول direct للي قدّامك يا فلان أنا عايز كذا، 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 أنا محتاج كذا. يعني لو مثلًا لابسة بلوزة جديدة، طرحة جديدة، بتاع، ونزلتِ قابلتِ صحابِك وما حدش أخد باله، ده العادي يعني. طبيعي كل واحد فيه اللي مكفّيه والدنيا يعني طخ، طخ، طخ محمّلة على الجميع يعني، فالواحد حقيقي مش شايف قدّامه. ببساطة كده، إيه يا جماعة مش واخدين بالكم من البلوزة الجديدة، إيه يا جماعة الطرحة مش عاملة شغل. اطلب مرة في اتنين فاللي قدامك هياخد باله، هيبتدي هو كمان زي ما هو انت طلبت منه هو بعد كده تبتدي يطلب منك وانت تبتدي تحس الموضوع بيبقى جميل جدا. مفيش مشكلة اللي قدامك ما خدش باله اطلبها منه ما فيهاش اي مشاكل. الحاجة الحلوة اللي انتوا حاسين بيها قولوها عبروا بيها على اللي قدامكم. الاحتياج اللي انتوا محتاجينه اطلبوه بطريقة لطيفة واطلبوه بطريقة جميلة. احنا بنخاف من الحسد بقى والعين والحاجات دي يقول لك لا اصل ما اعرفش. لا يا جماعه قولوا وعبروا احنا كده محسودين محسودين. حسد جاي جاي. اشوفكم على خير.